ودابع. نمشي للطريقة. أول حاجة كنقطع البطاطا الحلوة لقطع صغار قد اللقمة باش يقليوا كاملين كيس. خاصنا نخليوا الحجم متقارب. كنخليوا البطاطا في المية حوالي 10 دقايق، ومن بعد كنشفوها مزيان بالمنديل. كنسخنوا الزيت ل160 درجة، وكنقليوا البطاطا على مهل 4 حتى ل5 دقايق. من بعد كنخرجوها نخدم واحد الراحة صغيرة. كنطلعوا الحرارة ل170 حتى 180 درجة، وكنرجع نقلي البطاطا مرة أخرى. القلية الثانية كتعطي القرمشة وكتخلي اللون زوين. من الكيولي اللون مناسب كنخرجوها. ودابع كنغسلوا المعسل. من الأحسن نغطي البطاطا بالمعسل وهي ما زال سخونة باش تشرب النكهة. كنجمعوا في المقلاة 100 غرام ديال العسل مع معلقة كبيرة ديال ألماس ورشة ملح. كنحطوها فوق نار مهيلة وكنحرق حتى تبان الفقاعات الصغيرة، وملي يغلي مزيان كيولي جاهز. كنخلط البطاطا مع المعسل حتى يتغطوا كاملين، وفي الأخير كنرش الزنجل لكحل وكنقدموها سخونة. كتجي لذيذة بزرة